ازاي تبسط نفسك في السيدة زينب بأقل مجهود؟ يلا بينا. حي السيدة زينب واحد من أهم الأحياء الشعبية القديمة اللي موجودة في القاهرة، والاسم ارتبط بوجود مسجد السيدة زينب فيه، ويعتبر من أكتر الأماكن السياحية الدينية نظرا لوجود كتير من الأماكن الأثرية والمساجد القديمة. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليوم بسيط في السيدة زينب. أول حاجة عملناها ركبنا المترو ونزلنا محطة السيدة زينب، وهناك ركبنا توك توك ب 15 جنيه وكنا راكبين فيه 4 كمان. فين يا زيكو؟ سيدة زينب. زيكو خالنا يا جماعة واخدينه نفسحه. رحنا عشان نفطر عند الجحش، واحد من أحسن الأماكن اللي ممكن تفطر فيها في السيدة زينب. يا جحش الباشا معاك بره يا جحش. نورت الجحش حبيبي يا غالي. طلب الفول عنده ب20 جنيه وبينزل مع عيش وسلطات وبتنجان، ولو زودت طعمية هتزود 5 جنيه، ولو زودت بطاطس هتزود 10. فاحنا بقى زودنا كله عشان يبقى الفطار ب50 جنيه لكل اتنين. وكان معايا في الطلعة دي صديقي الأكيل أحمد، وخالنا زيكو بقاله 20 سنة منزلش القاهرة، فقلنا ناخده نبسطه، وبركة ابن خالتي وده أنا عادي. بقى جايب العيش مفقع ده كده. تضرب بقى الفول الجامد ده والطعمية اللي قلبها أخضر والبطاطس في الطحينة، وأهم حاجة الجرجير، وتاكل كتير عشان هتمشي كتير. فطار عالمي. الجحش اديله اضرب. وبعد الفطار رحنا شربنا شاي ب7 جنيه على قهوة قدام مسجد السيدة زينب. والمشي في شوارع مصر القديمة بيحب اللمة، وطول ما انت ماشي بتشوف مساجد عظيمة. خدناها ماشي لحد مسجد ابن طولون ربع ساعة بالظبط، واسمه مسجد أحمد ابن طولون، ويعتبر من أقدم وأكبر المساجد اللي موجودة في مصر، وهو تالت مسجد اتبنى في عاصمة مصر الإسلامية. وأمر ببنائه أحمد بن طولون سنة 877 ميلاديا، يعني أكتر من 1100 سنة، وما زال محتفظ بحالته الأصلية مع بعض الترميمات. بعد كده ركبنا توك توك تاني، ما هو مش كله مشي بقى، عشان نروح نضرب صوبيا عند الرحماني علم من أعلام السيدة زينب. جبنا عرض الكيلو، كيلو صوبيا ب75 بدل 100 جنيه. كل اتنين خدوا علبة نص كيلو، وبركة وخالو زكريا علبة، وأنا وأحمد علبة. انا اول مرة اجرب السوبيا دي. انا عارف السوبيا دي بتتشرب، انما دي عاملة زي السحلب او عاملة زي المهلبية. يا لهوي، شايفين القوام عامل ازاي؟ ظبطنا المزاج نكمل ماشي بقى، وطول ما انت ماشي بتشوف التحف المعمارية دي. وخدناها ماشي لحد مسجد السلطان حسن، وقصاده مسجد الرفاعي بحي الخليفة. ومسجد السلطان حسن من أشهر المساجد الأثرية في مصر، ويتميز بتصميمه المعماري الرائع. المبنى عظيم جدا، اتبنى سنة 1356، يعني أكتر من 650 سنة.
وبعد فرهدة يوم طويل جينا بقى عند مصمت حباب السيدة، موجود قدام مترو السيدة زينب. هو من أقدم المصامت اللي موجودة في مصر، ومشهور قوي بالكوارع وفواكه اللحوم. أول ما دخلت عليه لقيت منظر السندوتشات كده يفتح النفس الصراحة. وده بقى رغيف مشكل فيه كل حاجة ممكن تتخيلها، كفتة ولحمة راس وممبار ولسان، حاجات ما يحبهاش غير كيفة الأكل الشعبي. انزل لي بقى بالسلطات، كل واحد بيبقى له طبق سلطة وطحينة ب5 جنيه زيادة. وده بقى طلب مشكل وسط ب75 جنيه، وفي بقى كل فواكه اللحوم اللي تخطر على بالك. واحمد طبعا كيف الاكل الشعبي. وده طلب كبده وكفته وممبار وسط ب65 جنيه، وطلب لحمه نيفه وسط ب85 جنيه، ودي بتبقى لحمه دايبه جدا وطعمها رهيب. وعنده كمان مشويات، جبنه ربع كفته ضاني ب75 جنيه. وللاسف محدش فينا كيف كوارع، كان ناقصها شوربه كوارع وطاجن وتبقى سفره عظيمه. اكتر حاجه عجبتني في الليله دي كلها الممبار، كان طعمه حلو قوي بجد، انما الكبده والكفته ما كانوش قد كده. واللي فاز بالليله دي بركات والخال، ربع كفتة ضاني في قلبك. وكيف الأكل الشعبي كان هايص في لحمة الراس واللسان، وأظن كان باين على وشه. وكان لازم نختم يومنا عند معشوق الجماهير قنبلة الكرنك، أصل القنبلة، وللأسف بقت ب40 جنيه. وطعمها طبعا بيكون جامد جدا، مفيش اختلاف عليه. وبكده نكون قضينا يوم لطيف في السيدة زينب، وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي. اجمد حاجه في اليوم اديله.